السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج قضية أمة. قضية أصبحت منسية مع العلم أنها ليست قضية دولة أو شعب، بل قضية أمة بأكملها بدأت في عام 1948 ولم تنتهي إلى يومنا هذا. ولكن ما سبب نسيانها؟ أصبح اهتمام المواطن العربي في كل من اليمن والأردن وسوريا ومصر والعراق والسودان هي لقمة العيش، بينما النصف الآخر يحاول الحصول على مال أوفر. قال صامويل هرتز المؤسسة الصهيونية الحديثة: سنولي عليهم سفلة قومهم حتى يأتي اليوم الذي تخرج فيه الشعوب العربية لاستقبال جيش الدفاع الإسرائيلي بالورود. وفعلا نفذوا هذا المخطط، وأصبح حكام العرب وللأسف عملاء، البعض منهم ظاهر والبعض منهم خفي. في عام 1967 قامت حرب على إسرائيل، وفي عام 1973 قامت حرب أخرى وانتهت بنكسة. الملك فيصل رحمة الله عليه ما سبب قتله؟ صدام حسين ما سبب إعدامه؟ أليست كل هذه هي سبب القضاء على الأمة؟ ألم يكن الضمير العربي أقوى بكثير في تلك الحروب والنكسات؟ والدليل أن إسرائيل الآن تضرب في أي دولة شاءت، ولا نسمع أي عميل عربي يدين أو يستنكر هذا العمل، بل وللأسف يغلقون المعابر ويرسلون أدوات منتهية وفاسدة إلى فلسطين ويتهمونها بأنها إرهابية. في الحرب الأخيرة على غزة مات ما يقارب 2100 شهيد وأكثر من 10,000 جريح. لماذا أصبح دم الإنسان المسلم رخيص إلى هذه الدرجة وهو عند الله أعظم من هدم البيت الحرام؟ كل هذا ستشاهدونه في هذا المقطع. أعزائي المشاهدين في برنامج قضية أمة. لدينا على الهواء مباشرة ملعون بن ملعون اليهودي، ضابط في جيش الاحتلال. وأيضا لدينا من السعودية من الرياض لدينا فهد بن سلول. وأيضا من مصر لدينا محمد قاسم محلل سياسي. ننتقل الآن إلى ملعون بن ملعون اليهودي. ملعون، أريد منك شرحا عن سبب الحرب الأخيرة على غزة، ولماذا أكثر القتلى من النساء والأطفال؟ شلوم لكم في الاستوديو. نحن دولة إسرائيل، نحن دولة سلمية في الشرق الأوسط، بس هدول حماس هي من تبدأ في المقاتلة وتبدأ في المقاومة لجيشنا الإسرائيلي الباسل. نحن نريد السلام في غزة، بس وأيضا الأطفال اللي قتلوا في غزة هم في ذات يوم في المستقبل هيكبروا وهيقاتلونا، فيجب أن نقتلهم قبل أن يكبروا. ويجب أن يكون هناك شرق أوسط جديد لنسوي بين الدول في الشرق الأوسط، وفلسطين ستكون لهم دولة بس مش في إسرائيل. يجب أن يدوروا لهم على مكان آخر في أي دولة. وأيضا شلوم. ننتقل إلى الرياض مع فهد بن سلول. فهد، أريد منك شرحا أو تفصيلا عما قاله ملعون بن ملعون اليهودي.
شوف أنا أخو نوره بالله ترى إن الكلام اللي يقوله اليهودي ذا كلام سليم. هذيل الفلسطينيين ايش معاهم؟ بالله ترى انهم ارهابيين، خاصة هذه الحركة المقاومة حماس. اي ترى بيقتلون الاسرائيليين يا رجال، يتقون الله. ايش ذا؟ ايش من دير معاهم؟ وايش ذا؟ بيقتلون الاسرائيليين، يتقون الله في هذا. ترى بالله اني مشغول، انا رايح في معي عمل كذا اسويه. مع السلامة. إذا مشكور فهد بن سلول. الآن ننتقل إلى مصر. محمد قاسم، أريد منك أن تشرح لي سبب إغلاق المعابر. بص يا أخ عبد الله، المقاومة دي اللي بيقولوا عليها المقاومة الفلسطينية دي إرهابية، وإحنا بنغلق الحدود عشان خايفين منهم، مش عايزينهم يدخلوا مصر. دول حيخربوا وحيبوظوا الدنيا. دول جماعة إرهابية أوي. حماس والجماعات دي مولية الإسرائيل من تحت لتحت، بس ما حدش عارف. والضحايا مين؟ هم الشعب الفلسطيني المساكين. بس المقاومة دي مقاومة إرهابية، وإحنا ما نقدرش نفتح الحدود. إذا مشكور. إذا هذا هو حال العرب في يومنا هذا، عملاء في حكامهم، وبطالة وقتل واستبداد في شعوبهم، ابتعدوا عن الدين فأذلهم الله وردهم إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. ألم يأن الأوان لأن تفيقوا من غفلتكم؟ Audio Jungle.